في سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه اهبطوا مصرا، لما سالوه قالوا له ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولا سؤالهم هم في حد ذاته كان سؤال غريب، والاغرب اجابه سيدنا موسى عليه السلام عليهم. كان ربنا سبحانه وتعالى مانن عليهم قبلها بالمن والسلوى. هم طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام ان هو يدعي ربنا ان يخرج لهم من الارض اللي هم قاعدين فيها بعد خروجهم من مصر، انه يخرج لهم من الارض الثوم والعدس والبصل. فطلبهم من سيدنا موسى عليه السلام ان هو يخلي لهم الارض اللي هم فيها تطلع الزروع دي. الاغرب بقى اجابه سيدنا موسى عليه السلام عليهم، قال لهم ايه؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ربنا مديكم من وسلوى، عايزين تبدلوا المن والسلوى بالثوم والعدس والبصل اللي هو الكشري يعني اللي هو اكل المصريين. فقال لهم ايه بقى؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. طب ليه الإجابة ما جات لهمش من جنس ما سألوا؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش دعائهم مثلا وطلع لهم الزروع دي في الأرض اللي هم قاعدين فيها؟ بل والأغرب إن سيدنا موسى عليه السلام كمان يقول لهم اهبطوا مصرا، ومصرا هنا جاءت بالتنوين ليه؟ على العلم إن مصر ذكرت باسمها مصر في عهد سيدنا موسى عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن الكريم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وفي موضع آخر ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فطلبهم تحديدا من سيدنا موسى عليه السلام الزروع اللي هم كانوا واخدين عليها في مصر هنا، الزروع الخاصه بمصر اللي هي الثوم والعدس والبصل، طلبهم تحديدا لهذه الزروع عوضا عن المن والسلوى اللي ربنا سبحانه وتعالى كمان بيه عليهم، لان عينهم اصلا كانت على الارض. وربنا سبحانه وتعالى بيقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين. الزروع والمقام الكريم اللي هي الارض دي كذلك واورثناها قوما اخرين اللي هم المصريين، يعني الارض رجعت للمصريين اصحاب الارض. فهم حتى بني اسرائيل بعد ما خرجوا ما كانوش قادرين ينسوا الارض ولا الزروع اللي هم كانوا بياكلوها هنا في مصر. عشان كده كان طلبهم من سيدنا موسى عليه السلام تحديدا هذه الزروع اللي هي اكل المصريين، اللي هي تعتبر الكشري بمعنى صح. وده على الرغم من ان كان ليهم ارض مقدسه اخرى ربنا سبحانه وتعالى كتبها لهم، لكن هم ما دخلوهاش عشان كده حرمت عليهم. قالوا ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون، لحد ما قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. وبعد كل ده يقولوا سيدنا موسى ايه؟ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد اللي هو المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. ليه ما تمش اجابه الدعاء بتاعهم ان ربنا سبحانه وتعالى ينبت لهم من الارض اللي هم فيها زروع مثل ما طلبوا؟ بل والاغرب اجابه الدعاء ليهم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. الحقيقه ان سيدنا موسى عليه السلام وطبعا ربنا سبحانه وتعالى عارف بنوايا بني اسرائيل وخفاياهم وبما في صدورهم، هم اصلا عينهم على الارض، عينهم من الارض، عينهم على الملك. طيب انتم عايزين اكل زي الاكل اللي كنتوا تاكلوه في مصر لما كنتوا قاعدين، صح؟ هتيجي الاجابه ازاي بقى؟ ده انا مش هنبت لكم زرع في المكان اللي انتوا قاعدين فيه بعد ما خرجتوا من مصر، لا ده انا هخليكم اهبطوا مصرا، والهبوط هنا هبوط مكان وهبوط مكانه، فان لكم ما سالتم، بس ايه؟ لن تكونوا ملاكا ولن تكونوا ملوكا ولن تكونوا في موضع حكم، بل وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. طلبهم من سيدنا موسى عليه السلام هذه الزروع اللي كانوا بياكلوها في مصر ده كنايه عن الارض، يعني بيميلوا للارض دي وهم عايزينها، فبدل ما يحقق لهم الدعوه وينبت لهم الزروع هو عارف اصلا ان عينهم من الارض، فاذلالا ليهم امعانا في الاذلال ولان هم رفضوا دخول الارض المقدسه اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لهم، انتوا هتهبطوا الارض اللي انتوا عينكم منها بس هتهبطوها مذلولين، بس لن تكونوا ابدا في موضع ملك او حكم. ودي اكتر حاجه تقهر بني اسرائيل، ده اللي بيثبته الايات اللي بعد كده. واذا سيدنا موسى عليه السلام لما يقول لهم مصرا بالتنوين، التنوين هنا للتنكير وعدم التحديد، فازاي يقول لهم اهبطوا مصرا بالتنوين كده يعني شيء غير محدد؟ فان لكم ما سالتم، طب هم هيروحوا على اي مكان بالظبط؟ يعني هو بيقول لهم انتوا ليكم ما سالتم ويقول لهم مكان غير محدد، طب ازاي؟ ما يعقلش. فالتنوين هنا او مصرا هنا هي تحقيرا ليهم هم، تحقيرا لشانهم وتحقيرا لمطلبهم، يعني زي ما بنقول كده هوديكم البحر وهترجعوا عطشانين، فلن تكون لكم مصر التي تطلبون ولن تكون لكم الارض. وده بيفسروا بقى طلبهم بعد كده بعد سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا للنبي اللي كان معاهم ايه؟ الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم ليه بيطلبوا من النبي اللي معاهم ان هو يبعث ليهم ملك؟ طب هم كانوا ممكن يقاتلوا في سبيل الله بدون هذا الملك. وده بيفسر رغبتهم وحرصهم على الملك وان هم اللي يكونوا في موضع السطوه والحكم، مش رغبتهم في القتال في سبيل الله كده من اجل ان هم بيجاهدوا في سبيل الله. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ النبي اللي معاهم بيفكرهم بالموقف اللي حصل قبل كده من رفضهم دخول الارض المقدسه، ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. النبي فهمهم وعارفهم وخبزهم يعني بمعنى اصح. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهدفهم هو الملك في الاساس، مش هدفهم الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى استجاب ليهم، مش انتوا عايزين ملك؟ هجيب لكم ملك. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شو هو ردهم عليه كان ايه؟ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. مش انتوا عايزين ملك؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى اداكم ملك. بس رد فعلهم كان غريب جدا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. طب هم شايفين نفسهم احق بالملك منه ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ملك عليهم
احدا ليس منهم، يعني حد مش من بني اسرائيل، ان هم بعد ما سيدنا موسى عليه السلام قال لهم اهبطوا مصرا، هم بالفعل هبطوا مصر بس لم يكونوا ابدا في موضع ملك. هو ده اللي هم كانوا بيحاولوا يسعوا له من البدايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ملك عليهم حد مش منهم، حد من المصريين اصحاب الارض، لما استعادوا الملك تاني ما رضيوش ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، وكمان ايه، ولم يؤت ساعه من المال. وساعتها المصريين كانوا خارجين من احتلال الهكسوس وكانوا في حاله بيحاولوا يستعيدوا فيها تاني الدوله وتقوم على حيلها، فما كانوش في ساعه من المال، وده كان بسبب احتلال الهكسوس نفسهم، وده طبعا بعد هزيمه احمس ليهم وطردوا ليهم من مصر. المصريين كانوا بيستعيدوا دوله تاني بيحاولوا يقوموها على حيلها بعد احتلال الهكسوس اللي هم في الاساس من بني اسرائيل، واحتلوا مصر فتره طويله عاشوا فيها فسادا في وقت فرعون. فلو كانت عينهم على الارض او كان مطلبهم الارض، فربنا سبحانه وتعالى موضح: وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاللي ما بيننا وما بينهم ده ازلي، اللي ما بيننا وما بينهم ده من اول البشريه خالص، وصراعهم على الارض وحرصهم على الارض دي وان هم يحكموا العالم بعد كده من خلال مصر موجود من بدايه البشريه خالص، من ايات سيدنا ادم عليه السلام، وده اتباعا لمنهج ابوهم الاول اسرائيل. ده اللي لازم الناس تفهمه، ده اللي لازم الناس تكون واعيه ليه، ان الصراع ما بيننا وما بينهم ازلي، وان الموضوع كله ملتف حوالين الارض دي. كل اللي بيحصل على الظاهر دلوقتي ده غطاء سياسي فقط وصراعات سياسيه او صراعات اقتصاديه، لكن هي منصبه في الاخر تحت حرب العقيده. كل واحد بينفذ العقيده بتاعته والعقيده اللي هو مؤمن بيها، بس الفكره ان هم بالفعل هم حزب الشيطان، هم اتباع ابليس على الارض واتباع الدجال ابوهم، واحنا نحتسب نفسنا ان احنا من حزب ربنا سبحانه وتعالى حزب الله، وانهم بيمهدوا الدنيا لاستجلاب او استقدام المنتظر بتاعهم اللي هو الاعور ابوهم الدجال، عشان في مخيلتهم ان هم يحكموا العالم من خلاله في مصر. طبعا اراده الله سبحانه وتعالى هي النافذه، والمسيح عيسى ابن مريم هينزل وهيقضي عليه باذن الله، احنا مؤمنين بده. كونهم كاتبين المخطط بتاعهم وكونهم بينفذوا المخطط اللي هم كاتبينه بحذافيره، ده مش معناه ان الامور هتمشي على هواهم او ان كل حاجه هم مخطط الله هتمشي، بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واملي لهم ان كيدي متين. وظهور وثائق جيفري ايبستين في الوقت ده تحديدا، وان كانوا هم حتى اللي عاملين على اظهارها ان هم زي كده لعبه كروت واوراق، في كروت اتحرقت خلاص هم لازم بيحرقوها وبيظهروها. وشوفوا حتى تصريحات مارك روبيو وزير الخارجيه الامريكي لما قال صراحه: العالم القديم قد انتهى والعالم قد انتقل الى مرحله القوه العظمى. الكلام ده كله ما بيتقالش هباء او عبثا، الكلام ده كله بيكون ليه مدلولات عندهم، والقوه العظمى مش معناها امريكا ولا حاجه، بالعكس امريكا نفسها هتسقط، لكن القوه العظمى بالنسبه لهم هم ليها مدلول اخر: اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون.